يستعد وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم للكشف عن القائمة المستدعاة للمشاركة في أول معسكر إعداد بعد الإقصاء من ثمن نهائي النسخة الأخيرة من نهائيات كأس إفريقيا التي احتضنتها كوت ديفوار. وينتظر أن يحدث الركراكي بعض التغييرات على قائمة أسود الأطلس بالمقارنة مع القائمة التي خاض بها الكان بعد تراجع مستوى بعض اللاعبين مع أنديتهم خلال الفترة الأخيرة وتألق آخرين لم تمنح لهم الفرصة في العرس الإفريقي. طرق الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي أبواب المنتخب الوطني من جديد من خلال تألقه اللافت في المباريات الأخيرة، مقدما مستوى كبيرا يجعله من بين أبرز المحترفين وأفضل المهاجمين في دوري روجان السعودي. وواصل حمد الله ممارسة هوايته المفضلة بهز شباك الخصوم، آخرهم مواطنه منير المحمدي حارس مرمى الوحدة الذي سجل في شباكه هدفين، مهديا فريقه فوزا ثمينا بعدما كان متخلفا بهدف دون مقابل. كما قدم مراد باتنا مهاجم الفتح السعودي مستوى كبيرا هذا الموسم، مسجلا 8 أهداف وكان وراء 8 تمريرات حاسمة حتى الآن في دوري روشن، إضافة إلى إمكانية عودة جواد اليميقي مدافع الوحدة الذي غاب عن عوريني الأسود في الكان الأخير، إضافة إلى تألق مجموعة من الأسماء الأخرى أبرزها كريم البركاوي. وفي الدوري الإماراتي يواصل سفيان رحيمي مهاجم العين تقديم أفضل العروض الكروية ليقترب أكثر من ضمان مكانته مع أسود الأطلس بعدما كان قريبا من المشاركة في الكان الأخير. أسماء أولمبية. علمت من مصدر مطلع أن وليد الركراكي يتجه للاحتفاظ بمجموعة من الأسماء الأولمبية مع المنتخب الأول على غرار إسماعيل صيباري متوسط ميدان أيندهوفن الهولندي وبلال الخنوس وبنيامين بوشوراي وشادي رياض. كما يعول الناخب الوطني على الواعد أمير ريتشاردسون وأسامة العزوزي وأمين عدلي وعبد الصمد الزلزولي كأسماء شابة مرشحة للحفاظ على مكانتها مع أسود الأطلس لتكون ربحا للمستقبل. الركراكي واللاعب المحلي. مع رحيل الظهير الأيسر يحيى عطية الله عن الوداد الرياضي إلى سوتشي الروسي، قد تغيب تمثيلية اللاعب المحلي في المنتخب الأول في الفترة الحالية باستثناء المهدي بن عبيد حارس مرمى الجيش الملكي كحارس ثالث. وسيكون الركراكي أمام مهمة صعبة لتحديد موقفه من مستوى اللاعب المحلي في الفترة الحالية وأحقيته في التواجد مع أسود الأطلس من خلال توجيه أو عدم توجيه الدعوة إلى بعض الأسماء المحلية. وديتان لام أسود الأطلس. يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم منتخب أنغولا يوم الجمعة 22 من مارس المقبل بالملعب الكبير بأكادير. وفي مباراة ثانية سيقابل الأسود منتخب موريتانيا على أرضية الملعب نفسه يوم الثلاثاء 26 من الشهر نفسه. وتدخل المباراتان الوديتان في إطار استعداد المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة، أهمها تصفيات كأس العالم 2026. أثنى طلال آل الشيخ المدير التنفيذي السابق لفريق الشباب السعودي لكرة القدم على إمكانيات الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة، مؤكدا أنه أفضل من كريستيانو رونالدو قائد النصر في مركز رأس الحربة. وقال آل الشيخ في تصريحات لبرنامج رياضة سكوب إن حمد الله يقدم أداء مبهرا، ولم يكن أحد يتصور أن يظهر بهذا المستوى خلال الموسم الحالي، مع العلم أنه يقدم مستويات مميزة منذ وصوله إلى المملكة. وتابع المدير التنفيذي السابق لفريق الشباب السعودي حمد الله يحمل كريم بنزيما والاتحاد على أكتافه، وهذا شيء غير متوقع، فالفرنسي أفضل لاعب في العالم عام 2022، ومع ذلك حمد الله متوهج ويبدع. وأوضح المتحدث ذاته كرأس حربة تقليدي حمد الله أفضل من كريستيانو الذي يلعب كمهاجم ثان، وهذا المركز الأنسب لرونالدو لأنه يحصل على مساحات كبرى.
تأهل المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم إلى الدور الأخير من تصفيات الألعاب الأولمبية باريس 2024 مساء اليوم الأربعاء، بعد الفوز على منتخب تونس بحصة 4-1 في مباراة الإياب التي احتضنها ملعب مولاي الحسن في مدينة الرباط. ونجحت لبؤت الأطلسي في التقدم عن طريق فاطمة غنوات عند الدقيقة 11 قبل أن تسجل ابتسام الجريدي ثلاثية في الدقائق 16، 20 و22، بينما سجلت الهدف الوحيد لتونس اللاعبة سلمى زمزم في الدقيقة 58. وعبر المنتخب النسوي المغربي إلى الدور الأخير من التصفيات الأولمبية بعدما الفوز على تونس أيضا بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب. وتلاقي اللبؤات في الدور القادم منتخب زامبيا الذي تأهل على حساب غانا بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب ب4-3.